السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السكن البديل لسكان قانون الإيجار القديم للعقود اللي قبل 1996. النهارده آخر يوم للتقديم، معاك لحد الساعة 12 بالليل. النهارده لحد 12/7 آخر يوم للتقديم، مش هيتم مد الفترة خلاص. فاللي قدم واللي مش عاوز يقدم براحتك. ان شاء الله مجرد اعتبارا من بكره هيبدا فرز الطلبات عشان يبداوا يقسموهم بقى مين الناس اللي فعلا معلومات مظبوطه ده مكمل معانا، اللي عنده بقى حاجات ناقصه، عنده بيانات مش كامله او مش واضحه على الموقع، هيبداوا يطلبوا مستندات. خلي بالك من شويه معلومات مهمه. ال 100,000 اللي قدموا دول، لو انت مقدم قانون قديم والوحده اللي انت مقدم عليها مغلقه بقالها فتره كبيره تتخطى السنه، خلي بالك انت كده ممكن تاخد اوت، تبقى بره اصلا التخصيص، ان انت مش قاعد في الوحده. والقانون بيجبر، القانون احنا بنتكلم على القانون الجديد، مالناش دعوه بقى بالوضع القديم. قانون الوضع الحالي بيجبر الساكن يبقى قاعد. لو انت مش قاعد ومعاك العقد وقافل الوحده وقاعد في حته تانية وقدمت على السكن البديل وقلت ان انا معايا قانون قديم، بس اتضح ان انت مش قاعد في الوحده بالاستعلام اللي هم يعملوه، سيادتك كده هيبقى مالكش وحده. اللي هياخد الشقه دي او السكن البديل ده اللي هو قاعد في الشقه وما عندوش غيرها، هو ده اللي هياخد الشقه. لكن انت مش قاعد فيها وقاعد بره في مكان تاني وقافل الوحده فتره طويله ما بتستعملهاش، ما فيهاش اي نوع من انواع الحياه، خلي بالك انت تبقى اوت. وده كلام المسؤولين على فكره، ده كلام اللي انا بقوله، مش انا بتوقع، ده اللي هيحصل فعلا. فال 100,000 دول هم دول اللي هيشتغلوا عليهم في الست سنين اللي فاضلين في القانون، وهيتم تسليم الوحدات او هيتم طبعا طرح الوحدات اللي تخصهم طبعا تباعا في خلال الست سنين اللي جايين لحد ما تنتهي الفتره. يكون كل ال 100,000 دول على حسب طبعا ما هيتصفوا، شوف مين من الناس مين هيخرج، مين اللي مش ضارب ورق وقايل ان هو قاعد في قانون قديم ومش قاعد، مين اللي يمتلك وحده اخرى. كل الكلام ده هيتم طبعا تصفيه الناس دي ويطلعوا الناس اللي تستحق بس الشقق البديله لسكان قانون الايجار القديم. وخلي بالكم هيبقى في اكتر من نوع من قسم السكن، مش حاجه واحده. يعني اللي عايز ياخد ايجار بس هياخد، اللي عايز ياخد حاجه يتملكها هياخد، ده ينفع ما فيش مشكله خالص. ميزه السكن البديل ان ملوش حد اقصى للسن، السن مفتوح، ايا كان سن اللي قدم طالما تنطبق عليك الشروط هتاخد الشقه البديله لده. وانت بتستلم الوحده الجديده هتتنازل عن الوحده القديمه، عشان في ناس طالعه تقول ان انت هتتنازل من دلوقتي. لا يا فندم، هو بيقول لك اقرار اللي انت وقعت عليه او وافقت عليه على وانت بتقدم، ان هو بيقول لك لما تستلم دي هتسلم دي اجباري وانت بتستلم. يعني ما استلمتش فانت وضعك زي ما هو. كل الاجراءات دي اجراءات، لكن مش ينفع اخراج بناء على الموافقه اللي انت وقفتها على المنصه، لا دي انت بتوافق موافقه مبدئيه ان انت لما تستلم هتسيب. لكن ما ينفعش ان هو يقول لك سيب وانت ما عندكش، ده مش هيحصل. عشان بس الناس اللي طالعه تقول بيضحكوا على الناس وبينيموا الناس، لا يا فندم، في 750 الف اسره مصريه استلموا وحدات اسكان اجتماعي على مدار 10 سنين بالارقام بكل حاجه. 750 الف اسره، مش مواطن، تفرق. اسره دي يعني بمعدل الاسره 3، اضرب بقى الرقم ده في 3، لو الاسره 4 اضرب الرقم ده في 4. ده معدل الاسر او معدل الناس اللي سكنوا او اللي خدوا شقق فعليا استلموا فعليا. ده غير طبعا الناس اللي هي بيجاري تسليمها. طبعا في ناس بتستلم حاليا دلوقتي وفي استعلامات شغاله لاكتر من اعلان، فانت هيبقى نفس الكلام بس انت وضعك مختلف شويه عشان انت لظروف قانون معين ولظروف حاجه حصلت في الدوله، فالدوله بتوفر لك ده على مدار 6 سنين. يعني بمعنى اصح مش هتخرج من شقتك الا لما تاخد الشقه الثانيه مبدئيا كده. اي حد قدم مش هسيب شقتك الا لما تستلم دي تسيب دي، وانقل بقى واقعد في الشقه بتاعتك اللي هتقعد فيها بقيه عمرك. يعني ما حدش هيخرجك منها. ليه؟ هيبقى في اما ايجار على طول، في متاح ايجار ده اللي اتقال، وفي حاجه ممكن تتملكها لو انت عايز حاجه تتملكها وتبقى بتاعتك ملكك انت بقى، مفيش اي مشكله خالص. وخلي بالكم يا جماعه، اي حاجه تبع الدوله بتتملكها بتتورث. اي حاجه تبع الدوله بتتملكها بتتورث. عشان الناس تقول لك ده ما بتتورث، لا يا فندم بتتورث. اي شقه تبع الدوله، اي شقه تبع وزاره الاسكان ايا كان نوعها، اللي بيستلم الشقه وبيتملكها حتى لو عليها اقساط وخلصها بتتورث للورثه اللي بتوعك عادي جدا، مش اي مشكله خالص خالص خالص. لكن الايجار ما بتورثش. يعني انت لو هتكمل ايجار مع الدوله ولا قدر الله حصل وفاه، بيتم طبعا تعديل العقد للناس اللي معاك لو في حد هيكمل، يا اما بتظبطوا وضعكم مع الدوله.
ده الايجار وده الشقق التمليك، وده الوضع ان شاء الله. الخطوه اللي جايه هتبقى الفرز، وبعد كده مستندات، وثم بعد كده طرح الوحدات، ونبدا ان نشوف بقى هم هينزلوا ايه، وكل واحد يقدم. وفي اختيارات على فكره، مش هيجبرك، كل واحد يقدم او يختار الحاجه اللي تناسب وضعه وامكانياته وسنه طبعا، عشان عارفين ان المجموعه دي في منها ناس كتيره قوي معديين سن ال 50 سنه وال 60 سنه كمان. تحياتي ليكم، حبيت بس اعمل الفيديو دوت للسكن البديل، وان شاء الله في فيديو مهم جدا للاسكان الاجتماعي اللي نازل في 3 انواع نازلين. هعمل لكم حلقه هوضح لكم الفرق بين الثلاثه، عشان اللي داخل يقدم يبقى عارف هو ايه اللي يناسبه كامكانيات وكسن وكوضع وكاولويه. تحياتي ليكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير ومتابعه عشان يجي لك كل جديد. السلام عليكم.